السلام عليكم، تحياتي لكل الشرفاء والشريفات داخل الوطن وخارج الوطن. تحيات عبد ربه نبي بن عيسى، مواطن مغربي وفاعل سياسي مرشح برلماني سابق عن دائرة المضيق فنيدق، وكذلك الإخوان والأخوات موظف مغربي مطرود من الوظيفة العمومية ظلما وعدوانا بسبب مواقفه السياسية من داخل مدينة ديال رينكون. عبد ربه نبي بن عيسى اختار مساره السياسي عن قناعة واقتناع. عبد ربه نبي بن عيسى إخوان والأخوات من بين المواضيع التي يناقشها في إطار التفاعل ديالو الإيجابي مع القضايا الإنسانية، القضايا الوطنية، وكذلك القضايا الجهوية الإقليمية وكذلك المحلية التي تهم الشأن المحلي. إخوان الأخوات، قضية الاعتقال السياسي إذن من داخل مدينة ديال رينكون سيسجل التاريخ أن عبد ربه نبي بن عيسى مواطن مغربي من مواليد مدينة المضيق سنة 1980 حي الدرادب بقي يطالب بالحرية ديال المعتقلين، وكذلك بقي يطالب بالتوزيع العادل ديال الخيرات ديال البلاد من داخل المغرب، ويعتبر أن توفير العيش الكريم داخل هذا الوطن جريح لكل مواطن ولكل مواطنة يدخل في إطار الواجب الذي يجب أن تقوم به الدولة المغربية. ومن هذا المنبر إخوان الأخوات، عبد ربه نبي بن عيسى يجدد تضامنه المبدئي واللا مشروط والمطلق مع الأستاذ محمد زيان ومع كافة المعتقلين السياسيين داخل هذا الوطن الجريح، وكذلك مع المعتقلة السياسية سعيدة العالمي. ومن داخل مدينة ديال رينكون قلت أن الدولة المغربية مطالبة الإخوان والأخوات بتوفير العيش الكريم لكل مواطن لكل مواطنة، لأن هذا يدخل في إطار الواجب الذي يجب أن تقوم به وكذلك في إطار اختصاصاتها. لأننا عندما نتكلم على الدولة نتكلم على مجموعة ديال المؤسسات وجدت لخدمة المواطن لخدمة الشعب، وكذلك إخوة الأخوات لتوفير الأمن والاستقرار لتدبير واحد مجموعة ديال الظرفيات الاستثنائية من بينها كنتكلموا الزلازل، الحروب، كذلك نتكلموا على الأوبئة، نتكلموا كذلك حتى على الغلاء، لأنه مؤخرا كاينه موجة ديال الغلاء عالمية من داخل مدينة ديال رينكون. الدولة المغربية مطالبة بإيجاد حلول جذرية للمشكل ديال الغلاء، باعتبار أن الغلاء يضرب القدرة الشرائية ديال المواطنين والمواطنات. إذن من داخل مدينة ديال رينكون عبد ربه نبي بن عيسى عندما يقول أن الدولة مطالبة بتقديم واحد مجموعة ديال الخدمات، من بين الخدمات إخوة الأخوات هناك العديد من الخدمات الاجتماعية. هنا أتكلم على التعليم، أتكلم على الصحة، كذلك أتكلم على النقل، أتكلم على الشغل، وكذلك حتى على انه يجب توفير المناخ ديال الحريه ديال التعبير. هذا في اطار اننا كما كنقول اننا يجب ان نقطع الطريق على اي تدخل خارجي في اطار الشؤون الداخليه ديال البلاد، لانه في اخر المطاف عبد ربه نبي بن عيسى رغم انه من داخل مدينه ديال رينكون عنده واحد مجموعه ديال الملاحظات واحد مجموعه ديال الاختلالات داخل هذا الوطن الجريح، لكن صراحة لا يشرفني الإخوة الأخوات أن أعتبر أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون وصيا على إفريقيا أو على الدول الإفريقية في مجال حقوق الإنسان، لأن مجال حقوق الإنسان إخوة الأخوات أول من يقوم بالخروقات هي أوروبا. عندما نتكلم أوروبا نتكلم العديد من الدول الاستعمارية، لا إسبانيا ولا فرنسا ولا إنجلترا ولا كذلك بلجيكا. العديد من الدول الأوروبية ارتكبت واحد مجموعة ديال الجرائم في العديد من البلدان، وخاصة نتكلم على البلدان الإفريقية، ونقول أن إفريقيا أصلا تعاني بسبب إخوة الأخوات الماضي الاستعماري الأسود للدول الإفريقية، وأن إفريقيا الإخوة الأخوات تعاني بسبب أوروبا، وأوروبا تبني الرفاهية ديالها على المعاناة ديال إفريقيا، وخاصة كنتكلم هنا على فرنسا، وهي فرصة من أجل أنه
يتم يعني إعادة النظر في العلاقات يعني الإفريقية، العلاقات المغربية الفرنسية، لأنه في آخر المطاف يتبين أن فرنسا الإخوة الأخوات لا تهمها إلا مصالحها، وليس في صالحها يعني أنه يكون يعني شيء ازدهار أو شيء تنمية يعني لدى يعني الدول الإفريقية. إذن من داخل مدينة ديال رينكون عبد ربي نبي عيسى يجدد يعني التضامن ديالو مع الأستاذ محمد زيان، ويعتبر الإخوة الأخوات أن إطلاق سراح الأستاذ محمد زيان يعني سيساهم في انفراج، لأنه في آخر المطاف بغينا ولا كرهنا الأستاذ محمد زيان إذا كان خارج يعني أسوار ديال السجن لن يشكل خطرا على على البلاد، لانه في اخر المطاف يعني كيعبر على واحد مجموعه ديال الاراء، واحد مجموعه ديال القناعات. وكذلك حتى عبد ربي نبيل عيسى يعتبر الاخوه الاخوات ان توفير العيش الكريم هو كيف ما قلت يعني حق دستوري لكل مواطن ولكل مواطنه، وان المغرب في اخر المطاف صراحه يعني نتاسف ان المغرب يحتل الرتبه 123 في سلم التنميه البشريه، وكذلك يحتل الرتبه 89 في الرعايه الصحيه عالميا، وهي رتب جد مخجله مقارنه مع المؤهلات ديال المغرب والخيرات ديال المغرب، وكذلك الموقع الاستراتيجي ديال المغرب يعني كبوابه ديال اوروبا، وكذلك اخوان الاخوات كبوابه ديال افريقيا، وكذلك ان المغرب يعني يبعد على افريقيا، يعني افريقيا يعني يبعد على اوروبا يعني بضع كيلومترات. اذا من داخل مدينه ديال ريكون عبد ربي نبي عيسى متشبث بانه يجب ان يكون لدينا الاخوه الاخوات مغرب ديال الكرامه، مغرب ديال الحريه، مغرب ديال العداله الاجتماعيه، مغرب حر ديمقراطي يتسع للجميع. اذا من داخل مدينه ديال يكون أؤكد كذلك أنه كاين واحد النقطة يعني نتأسف أن بعض المنابر الإعلامية داخل المغرب عوض أن تنشغل يعني بالأمور الداخلية وأن تفكر إخوان الأخوات يعني في كيفية النهوض بالمغرب وملامسة يعني القضايا الحقيقية ديال البلاد، كنشوفوها أنها منغمسة في واحد النقاش اللي هو تافه، اللي صراحة يعني يأتي في إطار يعني لا من الجزائر ولا من المغرب. هذا لا يعني أنني أدافع يعني على واحد مجموعه ديال الاقلام المأجوره. كنتكلم هنا الاخوه الاخوات على اصوات من الجزائر ومن المغرب. تصوروا ان البعض يعني يتهجم على المغرب والبعض الاخر يتهجم على الجزائر، حين ان يعني الخطاب كان واضحا، وهو ان اي دخول يعني في هذا السياق هذا ديال تبادل الاتهامات بين الجزائر والمغرب صراحه لن يخدم لا المغرب ولا كذلك لن يخدم يعني الجزائر. والمستفيد الاول يعني من هذا الصراع هذا ومن توتر العلاقات يعني المغربيه الجزائريه هي فرنسا واذنابها. يعني ملي كنتكلموا على فرنسا نتكلم على كيان استعماري له ماضي اسود لا في الجزائر ولا في المغرب. اذا من داخل مدينه ديال ريكون تحيات عبد ربي نبي عيسى لكل الشرفاء والشريفات من داخل مدينه ديال ريكون. مغربي وراسي مرفوع، ما مشري ما مبيوع. عاش الشعب المغربي حرا كريما متضامنا. تحياتي.